السلام عليكم، راكم لاباس؟ الحمد لله، نتمنىكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم المقروط المقلة المعسل. السر تاعو باش ما يتفتش، باش ما يتشققش. درت انا تاع التمر وتاع الكاوكاو كيما راكي تشوفي هنا معايا. هنا كنت قطرته مليح، حطيته في طباسه باش نوريوكم. كيما راكي تشوفي هذا اللي رفدته انا تاع الكاوكاو تاع التمر، وهذا تاع الكاوكاو. هنا بعد ما قطرته يومين في الكسكاس حبيت نوريكم كيفاش يجي خفيف من الداخل، مالغي راني نشفته كاع من العسل تاعو. نبداو ان شاء الله. عندك 3 كيلات شيشه، درت انا النوعيه ماما خشينه. 3 كيلات سوا هي طيح لك كيلو هكا. قرصه ملح، بنفس الكيلة سمن ذايب، ومن بعد كملي الكيلة تاعك زيت وبس تحت يدك. انا هنا ما حبيت نقص والو، باش لازم ديري هذه الخطوه كيما انا درتو. خليته نهار، غطيته، ما حطيتوش في الفريجيدار، خليته غير برا باسكو راه البرد بزاف عندنا هنايا، ولميته وغطيته بالسربيته. المهم درتو نهار باه خدمته. شوفوا هنا كي يكون يتلمك عارفي بلي خلاص. من بعد تحكمي نديروا الحشوه دوكا. تحكمي ترحي السكر تاعك، السكر الخشين عادي ارحيه كيما كي تشوفي. شوفي يولي شغل راكي تساعدي في الحشوه باه تساعدي في السكر باه يذوب. ومن بعد ديري 3 كيلات كاوكاو مع قشور الليمون والكيله ونص كيله السكر هذاك اللي رحيناه. قرفه، شويه سمن ولا زبده ذايبه، وطمي بالمزهر. عجني 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 باش السكر تاعك يطلق العسل تاعه، ولميه بالمزهر. الكاوكاو فانيك الكاوكاو راني درتو نهار من قبل باش السكر يطلق العسل تاعو. قد ما تدلكيه، قد ما تزيد يطلق العسل شغل يولي معلق. اذا كانت عندك البيترا اعجنيه في البيترا بزاف، هايله البيترا. شوفي انا هنا كيلو حط له الماء دوكا. غدوه ان شاء الله يصبح معايا نورمال. ومن بعد وجدت الكاوكاو تاعي، درت شويه كاوكاو ما كثرتش، مع شويه زبده. هذيك مخلطه زبده مع سمن باسكو كانت ذايبه شويه ومذوبه شويه، هي خلطهم في جهه، يعني هذيك زبده وسمن. ومن بعد الدلكي، من بعد ديري شويه جرجلان والدلكي ثانيك. ما تنسيش بك تعصبي راسك على الشعر. ومن بعد احشيهم. هذه بعد درتهم انا كيما الكاوكاو بات معايا نهار كومبلي، بصح التمر عادي. من بعد غطيهم وديرهم هكا حرابش وخليهم. ومن بعد تحكمي الماء يكون دافي معاك، بنفس الكيلة ديري مزهر وتنحي شوية قبل ما تلوحي الماء باش نرملو به المقروط تاعنا. وتحكمي تفتيه تحت يدك باسكو كيما قلنا هنا رانا دايرتو انا نهار من قبل، يعني راه قصاح معانا شويه. على هذه قلت لك اذا ما كان الماء بارد تاعك بارد ديري شويه سخون، يعني لديه باش الدهان يمشي في يدنا. وغادي ديري كيما انا هنا راني فوت الكيله باسكو هذه تيشا تاع ماما بسلامتها تشرب الماء كراف بزاف بزاف. لازم تلوحي لها الماء. انا هنايا من بعد وليت كملت هذيك الكيله اللي درتها، من بعد وليت ندير من المزهر ديريكت. على هذه قلت لك لازم تلوحي لها الماء، ما تهبيش منها. وبعد كي تحاولي تويلي ليها راكي تلوحي لها اكثر باسكو تقصح معاك. شغل الحبه تاع التيشه راهي تشرب. ودلكي تحت يدك، ماشي دلكي كيما كي تشوفي حتى يبيض معنا الخليط. من بعد ديري لويه تحتك، اذا ما تشققش خلاص هذيك هي. ومن بعد قلنا شوفي كيفاش يعاود يقصح معاك. ديري ابدا كي ديري خليه يريح، كي تشمخي مره الاولى خليه يريحها معاك واحد نص ساعه كيما انا خليته هنا واحد نص ساعه هكا. ومن بعد عاودي جبدي عندك وشمخي وخدمي، شمخي وخدمي، شمخي بشويه. انا راني شمخ بالمزهر. ولضي شمخي ودي وجيبي ولضي وكسري كيما راكي تشوفي، وشنهي هكا راكي تزيري باش ما يتفتتلكش تحت المقله،
ما يتفتتلكش في الزيت. انا هنا الزيت راني نقصت كاع النار، مخليته يسخن، دايره الزيت جديد، دايرته في كاسرونه صغيره باش يجيني يعوم، باش يدي حقه تاع الطياب، وثقبي في الوسط كيما راكي تشوفينا. ماما الصوره راهي واضحه. وصفه بزاف ناجحه، نتمنى برك ديروا لي اشتراك القناه وكومونتير عجبكم كيما نتوما. كيما انا درت تاع كاوكاو، ومن بعد تخلص لي كنت راح ندير الزوجه، هي لقيتو تخلص لي كملته، ما درت التمر، درت التمر داخلي ولضي. وقعد يكسلي دوك هذيك يتخرج لنا بزاف، باسكو انا راني مخشنتها، بصح هي تبالكم بلي ماهيش خشنه، بصح انا راني مخشنت. ولضي باش ما يتفتحلناش في المقله. شوفوا الحبه كيف تخرج شابه، كيما تقول ماما لا فينيسيون لا فينيسيون. انتي اعتمدي برك على هذه الطريقه وان شاء الله بربي ينجح لك. هو حكمي هذيك اللي نحيناها بر الاولى وزربعي. هو طبيعي. كيما انا اعتمدت على هذا الطابع، هذا الطابع ندير به البقلاوه، ندير به كلش. التقطاع تاع المقروط كيفاش يكون؟ كشغل راكي تقطعي في اللحم، ما تحكميش الموس وتدخليه ديريكت كشغل تلظي، لا لا، في وسط الموس باش الحبه تاعك تجيك واقفه، ما تحبطش. نورمالمون صراحه هي واضحه. ومن بعد اقعدي علي في الحبه ولظي، علي في الحبه ودوريها، اعطيها كشغل هذيك الدويره من الفوق هكا، وشني لازم تعليها باش تخرج حبتك شابه. هنايا التصوير كنت شويه، هذا تاع التمر، التصوير هنايا كنت شوفوا يعني حبه ما تفوت اختها. كيما قلت لكم هنايا اذا كان عندك هذاك اللي يقلو فيه شغل داك الكسكس تاع المقله، من الاحسن اذا ما كانش عندك اعتمدي على هذه الطريقه. وشن هي ما تلوحيش الحبه تاعك، لازم تتاكدي باللي الحبه راهي محطوطه باش ما تتقلبش، ما تتقلبش ومن بعد طيب لك من الفوق شغل يبدا القاع تاعها من الفوق، لا لا، حطيها سوا سوا باش تحط الطيب من تحت كيما كتشوفي. شوفي حاشة التمر علاش يجينا مشقق؟ باسكو يجي ثقيل، التمر دايما يجي ثقيل. انا هنا عرفت بلي لازم نقص من الحشوه تاع التمر، باسكو لو كان نكمل فيه هذا راهي راح تتشقلي كاع. بصح الكاوكاو نورمال، الكاوكاو وطيبيه. شوفي هنا التحمار كي ما تحمريهش بزاف، باسكو راه قد ما يزيد يطول يزيد ما يحمر، باسكو هذا احسن نونوخس، واحسن نونوخس راه يزيد يحمر الحاجه، سوا بقلاوه الحاجه اللي تعسل، سوا مقروط تاع الكوشه ولا تاع المقله. كثرتها تاع المقله، تاع الكوشه كاع تقدري تعرفيلو، بصح تاع المقله هي اللي ما تعرفيلوش. كيما هنايا اعطيلو حقه تاع الطياب، كيما انا دا واحد 20 دقيقه هو يطيب، عطيلو حقه تاع الطياب باش ما تشميش فيه العجين من الداخل. وقعدي عسلي، غير تجبدي من المقله خليه يقطر وعسلي ديريكت، تسمعي فشت هذيك. كيما انا هنا راه بات في العسل، بات سوسوه. العسل كيف درتلو؟ خففتو بشويه ما زهر، باسكو لو كان يكون ثقيل لكن ما تعاونيش الحبه باه تدي حقها تاع العسل. لازم تخفيه شويه باش الحبه تاع المقروط تدي حقها تاع العسل وتتعسل ويجيك الشباب ومرمل. وكيما راكي تشوفي بزاف هايل، ونتمنى تعتمدوا على هذه الوصفه، ونقولكم في امان الله، وكتبوا لي كومونتير وعطوني رايكم فيه. في امان الله.